السلام عليكم وصباح الخير عليكم كاملين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأفضل الأحوال. اليوم جيت باش نقول لكم واحد المتابعة عزيزة على القلب ديالي، كلكم عزاز. اللي هي كانت متابعة وفية للقناة. توفات في هاد الأسبوع هذا. ما كانش عندي كيفاش نعرف الاخبار ديالها من غير الزوج ديالها، كنت كنستحي كل ساعه نتصل به. وملي شفت البروفيل ديالها تغيرت على هذا، واخا انا كنت عارفاها راها في الكلينيك. كنت هضرت معاها مره واحده، هي اللي قدرت تجاوبني وكانت متعبه جدا. وتوفات، الله يرحمها ووسع عليها. طلبوا ليها المغفرة والثبات عند السؤال، والله يصبر العائلة ديالها ويجبر بالخاطر ديالهم. غادي نفتقدها بزاف. إنسانة طموحة، إنسانة ذكية قارية واعية الحمد لله، مثقفة. وكانت تبارك الله كتهضر ليا على حتى هي بزاف ديال المعلومات. وكانت من الناس اللي كيديروا المنتجات تاع دي اكس ان. وما شاء الله عليها، الله يرحمها والله يوسع عليها في هذا النهار. والله يرحم موتاكم وموتانا والموتى جميعا، الله يرحمهم ويوسع عليهم. وتهلاو ليا في راسكم، وبغيتكم تكونوا ثابتين وقويين. شوفوا، راه ما كاينش المرض ولا شي حاجه، هو الاجل. هي فعلا كانت متعبه الشهور الاخيره كاع اللي كانت كتهضر معايا فيها، تقريبا شي 5 شهور ولا 6 شهور وهي عيانه. كل ساعه كتمشي كتحيد واحد الماء كيبقى يتزاد ليها. هي كان عندها سرطان، نقولوا في مرحله رابعه. تعبات بزاف، ولكن الحمد لله ربي بغاها ترتاح. الله يرحمها ويوسع عليها، والله يشافينا كاملين. وتهلاو ليا في راسكم ونهاركم مبروك. وان شاء الله يعني لا توفر عندي الوقت اليوم، ما كنظنش غادي ندير معكم واحد المباشر اللي غنهضروا فيه على واحد الابحاث بسيطه اللي درتها بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني على هاد الوصفه الجديده اللي دايره ضجه، ديال الخلطه ما بين القهوه والشيح وشنو التفاعلات ديالها. تهلاو ليا في راسكم ونهاركم مبروك. السلام عليكم.